3 قصص مش معقولة، لحظات غيّرت حياة ناس. النهاردة هاحكي لكم 3 قصص مش معقولة عن ناس حقيقيين، حصل لهم حاجات غريبة ومجنونة خالص، ما غيّرتش بس حياتهم، لكن في بعض الحالات كمان غيّرت حياة ناس تانيين. لو بتحب القصص الغريبة والتخينة واللي فيها لمحة غموض وحكايات بتتحكي بطريقة سينمائية، يبقى أنت وصلت المكان الصح. إحنا بنرفع كل أسبوع حاجة جديدة، فلو القصص دي عجبتك في يوم صيفي حر كده، اعرض على زرار اللايك كوباية ليمونادة ساقعة، بس إياك تقول لهم إنك حطيت ملح بدل السكر. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل كل الإشعارات عشان ما تفوتكش الحاجات الجديدة اللي بنرفعها كل أسبوع. يلا خلينا نبدأ بقصص النهاردة. القصة الأولى، روز ومغامرتها اللي مش معقولة. في عز الظهرية في أوائل الألفينات، بنت صغيرة اسمها روز كانت سايقة عربيتها القديمة هوندا سيفيك موديل التسعينات في شوارع هوليوود هيلز في كاليفورنيا. الشمس كانت بتلسع والنور بيترمش على زجاج العمارات الفخمة اللي على الطريق. وقفت روز قدام سور حديدي ضخم معمول بزخارف فشيخة حوالين قصر، زي ما تكون دخلت عالم تاني. قعدت في العربية كام دقيقة، قلبها بيدق زي الطبل وإيديها بتترعش على الدركسيون. اللي هتعمله كان ممنوع وغير قانوني بالمرة، وهي عارفة كده كويس. روز كانت فنانة شابة مليانة طموح، بس لسه ما وصلتش للشهرة. كانت بتقضي أيامها في كافيهات صغيرة في لوس أنجلوس، بتغني أغانيها على جيتارها القديم قدام ناس قليلين، وتحلم باللحظة اللي هتغير حياتها. الصناعة كانت قاسية، مليانة رفض وأبواب مقفولة. روز كانت سجلت ديسك تجريبي بتعبها ومجهودها، استلفت فلوس من صحابها واشتغلت ساعات طويلة كنادلة عشان تقدر تدفع تمن الاستوديو. الديسك ده كان زي التذكرة الذهبي بتاعتها، أو على الأقل كانت بتترن كده. خطتها النهاردة كانت جريئة بشكل يخوف، تتسلل للقصر ده اللي ساكنه واحد من أشهر الفنانين في الدنيا وتديله الديسك بتاعها بنفسها. كانت شايفة إنه لو بس سمع أغنية واحدة منه هيبقى مبهور بموهبتها وهيساعدها تدخل الصناعة وتبقى نجمة. قعدت روز في العربية بتبص على الممر الطويل اللي بيودي للقصر. كانت عارفة إن المغامرة دي ممكن توصلها للسجن. تخيلت عناوين الجرايد: بنت صغيرة تتسجن عشان دخلت بيت نجم عالمي. بس اليأس كان أقوى من الخوف. كانت وصلت لنقطة إنها حاسة إن مفيش حاجة تانية ممكن تنجح. خدت نفس طويل، مسكت الديسك بتاعها وفتحت باب العربية. الهواء الحامي لف على وشها وجاب معاه ريحة الياسمين اللي جنبها. بصت على الممر الحجري الفخم اللي بيطلع لفوق لحد بوابة حديد كبيرة بتقسم الطريق نصين. ورا البوابة تم القصر قاعد على راس التل، زجاج شبابيكه بيبرق زي الجواهر تحت الشمس. المكان كان هادي بشكل يخوف، لا صوت عربيات لا حركة، بس صوت الهوا وزقزقة عصفور بعيد. بس قدام البوابة كان في جنايني بيشتغل، لابس قبعة قش وقفازات تخينة، بيقلم الشجر بعناية. وقف شغله ثانية وبص على روز بنظرة فضول. روز كانت بنت رفيعة، شعرها الأشقر فوضوي وعينيها زرقاء بتلمع. شكلها بريء كفاية إنه ما يخوفش، بس قلبها كان بيدق بسرعة وهي بتمشي ناحيته. طلعت ورقة $5 مبهدلة من جيبها ومدتها له بإيد بتترعش. بص، دي آخر $5 معايا، قالت بصوت هادي بس مليان عزيمة. لو سمحت سيبني أعدي، عايزة بس أوصل حاجة. الجنايني بص عليها وتبسم بسمة خفيفة. ماشي، اتفضلي، قال وهو بياخد الفلوس وحاططها في جيبه. شافها زي بنت صغيرة مش هتعمل حاجة تضر. ما كانش شايف فيها خطر، وما كانش متخيل إن اللحظة دي هتبقى جزء من حكاية مش معقولة. روز اتفاجئت إن الأمر كان بالسهولة دي. كانت متخيلة إنه هيحصل مقاومة، يمكن زعيق أو تهديد بالبوليس، بس ما استنتش. عدت من جنب الجنايني بسرعة، تسللت من البوابة وبدأت تمشي على طول ناحية القصر. وهي بتمشي في الممر كانت بتبص على الجنينة الفخمة حواليها، شجر مظبوط بعناية، نافورات رخام بتطلع مية بهدوء، وتماثيل برونز بتلمع تحت الشمس. بس عينيها وقفت على كاميرات الأمن اللي متعلقة على العمدان، وكأنها بتراقب كل حركة. كانت متوقعة إن في أي لحظة هيطلعوا عليها الحراس، بس الطريق فضل فاضي. وصلت للباب الكبير معمول من خشب المهوجني المزخرف وخبطت عليه بهدوء. محدش رد. استنت وبعدين خبطت تاني، بس المكان كان لسه هادي. في لحظة اندفاع مدت إيدها للمقبض متوقعة إنه يكون مقفول، بس على عكس توقعها المقبض لف بسهولة
والباب اتفتح. وقفت روز تانية بتبص على الردهة الفخمة قدامها. الأرضية كانت رخام أبيض بيلمع مزين بنقشات ذهبي ونجفة كريستال ضخمة متعلقة في السقف. الحيطان كانت مغطاها بلوحات فنية غريبة بألوان زاهية، وريحة خشب الصندل الخفيفة مالية الهوا. كانت عارفة إنها بتقتحم بيت واحد من أشهر الناس في الدنيا، ومع كده محدش وقفها. حست إنها في حلم أو يمكن كابوس. دخلت جوه، خطواتها بتتردد على الأرضية وهي ماسكة الديسك بإحكام. اتفرجت في الدور الأرضي، عدت على أوضة بلياردو فيها ترابيزة مغطاة بقماش أخضر وقبو نبيذ زجاجي مليان أزايز نادرة. كل حاجة كانت بتصرخ فخامة، بس البيت كان فاضي بشكل يخوف. في الآخر لقت مصعد صغير في ركن من الأركان. ماشي، هطلع فوق، فكرت وهي حاسة إنها وصلت للنقطة دي وما ينفعش ترجع. دخلت المصعد وقفلت الباب وراها. ضغطت على زرار الدور اللي فوق وحست بمعدتها بتتقلب وهي بتطلع. ده هيعمل صوت، فكرت، حد هيسمعني أكيد. بدأ الخوف يزيد جواها. طلعت موبايلها النقال القديم نوكيا تخين واتصلت بأمها. يا ماما، أنا شايفة إني هتسجن هنا، قالت بنبرة مذعورة. أمها بدأت تزعق من الناحية التانية. أنتي بتعملي إيه؟ أنتي فين؟ بس قبل ما تقدر ترد، المصعد وقف والباب اتفتح. قدامها في أوضة واسعة مضوية بنور الشمس اللي بيخش من شبابيك كبيرة. كان قاعد صاحب البيت، النجم العالمي الشهير، ماسك جيتار وبيعزف نغمة هادية. كان لابس قميص حرير بنفسجي وعينيه مركزة على الجيتار. رفع عينيه بهدوء وعينيه قابلت عينين روز. لثانية الوقت وقف. السكوت بينهم كان ثقيل، مليان أسئلة. روز رغم خوفها عرفت أن دي فرصتها الوحيدة. مشيت بسرعة لجوه، رمت الديسك بتاعها على ترابيزة زجاج بينهم، وبعدين لفت من غير ما تقول كلمة وجريت ناحية المصعد. ما وقفتش تشوف رد فعله، بس قبل ما توصل للباب الكبير ظهرت فرقة الأمن لابسين بدل سودا زي ما تكون خارجين من فيلم هوليوودي. وقفوها، بس لدهشتها قرروا ما يتصلوش بالبوليس. اخرجي من هنا وما ترجعيش تاني، قال واحد منهم بنبرة حادة. روز حست بخليط من الرعب والراحة وهي بتجري على عربيتها. القصر اللي اقتحمته كان بتاع برنس، واحد من أكبر نجوم الزمن ده. فكرة إنها وصلت له وادته الديسك من غير ما تتحبس كانت حاجة مش معقولة. بس للأسف تفاعلها مع برنس ما كانش له أي تأثير على مسيرتها. ما سمعش الديسك وما فتح لهاش أبواب الشهرة. بس روز اللي نعرفها النهاردة باسمها الفني كيشا ما استسلمتش. بمجهودها هي بقت نجمة عالمية باعت أكتر من 100 مليون تسجيل، وأثبتت إن الإصرار مش المغامرة الجريئة هو اللي عامل نجاحها. القصة الثانية، كارلو ومعركته مع اليأس. في سنة 2008 في بيت صغير في ضواحي كونتيكت، كان كارلو راجل في ال50 قاعد على ترابيزة المطبخ المليانة أوراق. الأوضة كانت مضوية بنور خفيف من لمبة قديمة، وريحة القهوة البايخة مالية المكان. كارلو كان لابس قميص قديم مبهدل، وشعره الأسود المخلوط برمادي نازل على جبهته، وهو بيبص على كومة الفواتير وأوراق الإفلاس. من كام سنة كان قدم على الإفلاس، فاكر إنه هيبقى حل سريع لمشاكله المالية، بس الحكاية طلعت متاهة من الأوراق القانونية ومواعيد مع المحامين وضغط مستمر خلاه يحس إنه بيغرق في مستنقع ملوش نهاية. كارلو كان ممثل موهوب بشكل محدش يقدر ينكره. كان وقف على خشبة مسارح برودواي وأدى أدوار كبيرة في أفلام ومسلسلات. كان محترم من زمايله في الصناعة، بس الاحترام ده ما كانش بيتحول لفلوس كفاية. كان بياخد أدوار صغيرة هنا وهناك، بس ما كانوش كفاية يغطوا مصاريف عيلته. كان متجوز ومعاه 4 عيال، والضغط عشان يوفر لهم حياة كويسة كان بيخنقه. كان حاسس إنه عايش حياة مزدوجة. في الظاهر هو الممثل الناجح اللي بيضحك في الحفلات وبيهرج مع المخرجين، بس في السر كان غارق في الديون وحاسس بالعجز. في الليلة دي وهو قاعد وسط الأوراق بدأت فكرة تخينة تدخل دماغه. كانت فكرة زارته قبل كده، بس دلوقتي بقت أوضح. يمكن لو مت، فكر، عيلتي هتاخد فلوس تأمين كبيرة. كان عارف إن بوليسة التأمين على حياته كويسة، واتأكد من كده في كلام قبل كده مع مراته.
بس الفكرة ما كانتش عشان عايز يهرب من الحياة، كانت يأس عشان ينقذ عيلته. كان حاسس إنه نصاب بيخبي فشله المالي ورا قناع النجاح. لو مات محدش هيعرف الحقيقة، وعياله ومراته هيبقوا في أمان. بدأ كارلو يفكر في الفكرة دي بجدية أكتر. سأل مراته أسئلة عادية عن بوليصة التأمين كأنه فضول عابر، بس لما بدأ يدور في التفاصيل اكتشف إن فلوس التأمين بعد الانتحار مش مضمونة. كان في شروط معقدة، وفي بعض الحالات يمكن عيلته ما تاخدش حاجة. ده خلاه يعيد التفكير. بدأ يتخيل سيناريوهات تانية. إيه لو بدأ يعمل هوايات خطيرة زي القفز بالباراشوت أو تسلق الجبال؟ يمكن حادث عشوائي يحل المشكلة. بس سريعاً حس إن الخطط دي هتخلي الناس تشك، خصوصاً إنه عمره ما كان من النوع اللي بيحب المغامرات الخطرة. فكر في حاجات أكتر تطرف، زي إنه يأجر حد يقتله. بس تخيل عناوين الجرايد والتحقيقات اللي هتيجي وراها، وإزاي الفكرة دي هتدمر عيلته بدل ما تنقذها. عدت شهور وكارلو لسه عايش، عشان اكتشف أن مفيش طريقة ينهي حياته بشكل مباشر أو غير مباشر من غير ما يتكشف ويخرب الحاجة الوحيدة اللي عايزها، فلوس التأمين لعيلته. فكان عالق في الوضع ده، حاسس إنه مدفون تحت الديون والأزمة المالية. كارلو كان بيعمل اللي يعرف يعمله، بيخرج كل يوم يعمل تجارب أداء ويدور على أي فرصة في مسلسلات أو أفلام عشان يجيب فلوس حتى لو كانت مش كفاية. في أواخر 2008 وكيله كلمه: كارلو، في دور ليك. قلب نبرة متحمسة، مش هيدفع كتير بس هتبقى جزء من مسلسل كبير، يمكن دي تبقى بداية حاجة كبيرة. كارلو كان شاكك، بس خد السيناريو وبدأ يقرأه. الدور كان لشخصية بتتخبى في العلن، واحد يبدو عادي بس جواه قوة مخفية. حس إن الدور ده معمول عشان يعيشه. كان هو نفسه عايش حياة مزدوجة، بيخبي آلامه ورا ابتسامة الممثل المحترف. خد الدور ورمى نفسه فيه بكل طاقته. أداؤه كان مبهر، مليان عمق وصدق. المخرجين لاحظوا موهبته وبدأوا يكبروا دور الشخصية، يزودوا مشاهد جديدة. الشخصية بقت جزء أساسي من المسلسل، ومع نجاح المسلسل اسم كارلو بدأ يترن في الوسط الفني. الدور ده غير حياة كارلو، اللي نعرفه النهاردة باسم جيان كارلو إسبوزيتو، لعب شخصية غاس فرانك في بريكنج باد، وبقى أيقونة تلفزيونية، جمع ملايين الدولارات وترمش لجوائز أمي كتيرة. بس الأهم إنه لقى طريقة يهرب بيها من اليأس اللي كان هيدمره. القصة الثالثة، ماريلين وجيم ولحظة النجاة. في يوم صيفي من يونيو 2013، ماريلين والبول، ست عندها 79 سنة، وجوزها جيم كانوا بيتمشوا في شوارع تورونتو الزحمة. كانوا في آخر أجازة طويلة في كندا، رحلة كانت مليانة ذكريات حلوة. كانوا لسه مخلصين عشاء في حانة أيرلندية مريحة اسمها بي جي أوبراينز، وكانوا راجعين على الفندق بيتكلموا عن مغامراتهم. الشوارع كانت مليانة حياة بصوت الباعة والضحك بتاع الناس اللي ماشيين. بس وهم بيتمشوا على الرصيف لاحظوا سقالة حديد كبيرة متشالة فوق الطريق، جزء من مشروع بناء قريب. السقالة كانت عالية حوالي 8 ل10 أقدام، وكانت معمولة عشان الناس تمشي تحتها في نفق مؤقت. ماريلين وجيم مفكروش فيها كتير، ده منظر عادي في المدن الكبيرة، بس ما كانوش عارفين إن اللحظة دي هتتحول لكابوس. وهم بيتمشوا تحت السقالة، جيم متعثر فجأة. كان في مواسير حديد بارزة من الأرض، ما خدش باله منها، وقع جامد ورقبته خبطت في المواسير الحادة اللي جرحته جرح عميق. في ثانية الدم بدأ ينزل زي الشلال بيغرق الرصيف باللون الأحمر. ماريلين اتجمدت، عينيها مفتوحة من الصدمة. حاولت تساعد جيم يقوم، بس الدم كان بينزل بسرعة مخيفة. بدأت تصرخ تطلب مساعدة، صوتها بيترعش من الرعب. ما كانش في حد في النفق غيرهم، بس راجلين سمعوا صراخها، جريوا ناحيتها. واحد طلع موبايله واتصل بالإسعاف، والتاني نزل على ركبه جنب جيم، قلع الإشارب من رقبته ولفه حوالين جرح جيم وضغط عليه جامد عشان يوقف الدم. ما تقلقش، احنا مسيطرين على الموضوع، قال بنبرة هادية وواثقة. بص على ماريلين اللي كانت بتترعش وقال: اهدي، كل حاجة هتبقى كويسة.
حضور الراجل كان مطوئن بشكل غريب، كان شكله زي دكتور أو على الأقل حد متدرب على الأزمات. فضل جنب جيم لحد ما الإسعاف وصل ونقلوه بسرعة للمستشفى. ماريلين سألت الراجل عن اسمه قبل ما تركب الإسعاف. جون، قال ببساطة، جوزك هيبقى كويس. في المستشفى ماريلين عرفت إن جيم نجا بمعجزة. الجرح كان قريب بشكل خطير من الشريان الرئيسي، بس تدخل جون السريع أنقذ حياته. تاني يوم ماريلين وجيم كانوا في المستشفى شاكرين إن جيم عايش. الجرح كان محتاج 10 غرز وإصبع مكسور، بس الأطباء قالوا إن لو الجرح كان أعمق بشوية كان هيموت قبل ما الإسعاف يوصل. في اليوم اللي بعده لما كانوا في الفندق جالهم تليفون من الريسبشن إن في زير ليهم. كان الراجل اللي اتصل بالإسعاف صاحب الحانة PJ أوبراينز. لما سألته ماريلين عن جون اتبسم وقال إنه مش دكتور لكن ممثل شهير اسمه جون مالكوفيتش. تدخله اللي كان شكله محترف كان بسبب كاريزمته القوية مش تدريب طبي. من اليوم ده ماريلين وجيم بقى عندهم ممثل مفضل جديد، جون مالكوفيتش، اللي أنقذ حياة جيم بحق وحقيقي. شكراً إنكم اتفرجتوا. قولوا رأيكم في حلقة النهاردة في الكومنتات، وما تنسوش تشوفوا المئات من الفيديوهات اللي عندنا.